السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض البط بالمرتة. ازاي نعمل البط بالمرتة ما ناخدش زفارة وما نحسش ان البطاية زفرة؟ كتير منا ما بيحبش البط بسبب زفارة الشوربة. تمام، النهاردة ان شاء الله هنعمله بطريقة حلوة جدا جدا. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي. هنجيب البطاية بتاعتنا الجميلة دي، طبعا بننضفها من اي شوائب فيها واي زفارة. تمام، هنا طبعا من على الجنب بيبقى فيه شعيرات كده بنشيلها بضوافرنا بطريقة سهلة جدا جدا جدا. طيب ما عرفناش نشيلها، بنشيط البطاية دي على النار وبنخليها زي الفل. تمام يا بنات. تاني حاجة عندي بصلتين متوسطين بنقطعهم، وبعد كده بنفرمهم في الكبة فرم ناعم او خشن زي ما تحبي. تمام، هما بصلتين متوسطين مش اكتر. بعد كده بفضيهم في البولة. تاني مرحلة بقى يا بنات، بجيب حلة على النار، المية دي بتغلي، معلقة من الخل، بحط فيها القوانص والكبدة بتاعتنا. ليه المرحلة دي بتضيع اي زفارة في القوانص او الكبدة، علشان هحشي بيها البطاية. وزي ما انت شايفة الريم بتاعها بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بتخلص منها تماما، باخد الكبدة والقوانصة بتاعتي. بعد كده بشطفها كويس جدا تحت الحنفية بمية باردة عادي جدا. يبقى انا بحط ميه بغليها، بحط معلقه خل، وبحط فيها القناصه والكبده بتاعتي، وبعد كده بشطفها تحت الميه. طيب بعد كده باخدهم بالشكل ده، بقطعهم تقطيع عادي خالص، كبير صغير زي ما تحبي، بس يفضل طبعا تقطيع متوسط بحيث ان احشي بيها البطايه بتاعتي. تمام، بالشكل ده يا بنات. حلو قوي. والكبده برضو نفس الموضوع. دي اتخلصت منها تماما، كان فيها كده زي زلال كده، اتخلصت منها. طيب بالنسبه بقى للبصلايه بتاعتي، حطيت توابل عباره عن ملح فلفل اسود بهارات لحمه. بدعك البصلايه دي كويس جدا، اهم حاجه الدعك في البصلايه. وبعد كده بحط فيها او عليها القناصه ومع الكبده، وبدعكهم مع بعض بالشكل ده يا بنات. حلو قوي. بجيب البطايه بتاعتي الجميله دي وببدا احشي قلبها بالمرتة بتاعتي او بالبصلايه بتاعتي، اللي هي عباره عن بصلايه مفرومه، ملح فلفل اسود بهارات لحمه. بحط عليها الكبد والقوانص بتاعتي بعد السلق على النار، مش سلق يعني، بنزلها كده زي ما قلنا على في الميه 5 دقايق وبطلعها بقطعها. طيب هنا بقى مرحله الابره والفتله. انا بحب اقفل البطايه بتاعتي بالابره والفتله. طبعا الابره دي نظيفه ولسه جايباها حالا. طيب مش متوفر عندي الابره او الفتله، او انا مش بفضلها، طيب عندي خله اقفلي بيها البطايه. تمام، يبقى انا ممكن اقفل البطايه بالخله، اللي هي خلة الاسنان دي. خلاص برضو بتجيبيها ان انتي هتقفلي بيها البطايه. تمام. وبعد كده ممكن نستخدم الابره والفتله، ده اللي انا بفضله في قفل الحمام او البط، بالشكل ده يا بنات. شايفين بقفلها ازاي؟ تمام. باجي بقى في الاخر، شايفه بقفل عليها زي ما بصي علشان ما تفتحش مني في قلب الميه. بعملها مجوز كده وبقفل عليها كويس جدا. تمام، وده شكل البطايه بتاعتي. طيب الميه بتاعتي بقى يا بنات على النار بتغلي، هحط فيها البطايه بتاعتنا بالشكل ده. بعد كده بحط طبعا طماطم، بصل، ورق لوري، حبهان، فلفل اسود. تمام. وبعد كده بسيب البطايه بتاعتي تغلي. نيجي بقى في مرحله قبل، وهي البطايه بتاعتي بتغلي كده في السوا، في ريم بيطلع بنجيب في الشوربه، ده بيفضل يا بنات ان احنا نشيله، اللي هو ده. بس كده. بعد ما شلت الريم يا بنات، يبقى ده شكل كده البطايه بتاعتي. قبل السوا ب10 دقايق بنزل بالملح بتاعنا. ما بنحطش الملح في الاول عشان الفراخ او البط او اللحمه بتاعتنا ما تشدش. عندي بقى بعد ما استوت بيبقى ده شكلها. معلقه كبيره من السمنه البلدي، بدهن البطايه بتاعتي كده من كل جنب. انا مش عارفه اقول لكم بقى معلقه السمنه دي بتعمل فيها ايه. تمام. بدخلها الفرن تحت الشوايه، وبتطلع معايا بالشكل الجميل اللي احنا شايفينه ده. دي السمنه اللي نزلت من البطايه، باخدها وبلمع بيها البطايه بالشكل ده. تحفه.
انا عايزه اقول لكم شوربه ملهاش حل، الريحه خطيره. اي حد بيتجنب البط بسبب الريحه، اعملوا الطريقه دي ان شاء الله هتدعيلي. واهم حاجه ما تنسينيش في اللايك واشتراك القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.